اللي قدامك في الصورة ده عبد الرحمن مجدي، صاحب أكتر مسيرة مضحكة حاليا ومهمة في نفس الوقت. عبد الرحمن مجدي في شهر 8 اللي فات فسخ عقده مع نادي العربي الكويتي بعد 11 يوم بالظبط من انضمامه. نادي العربي الكويتي اضطر يفسخ عقد عبد الرحمن بسبب ان وكيله السابق جاب ورق العقود وسجلها باسمه مع نادي درجة رابعة في مصر. عبد الرحمن بعدها بشهر انضم بشكل مجاني لنادي الاتحاد الاسكندري. بداية جديدة بقى. المشكلة بقى ان حصلت مشادة بين مدرب الاتحاد بابا فاسيليو مع مدرب عبد الرحمن جبنة، وبابا فاسيليو من ساعتها حطه في دماغه ومش بيلعبه. فعبد الرحمن جبنة يطلع اعارة لنادي غزل المحلة من اسبوعين عشان يلعب، ويبدأ يلعب فعلا. لعب مباراتين كبديل وقدر يسجل والكرة بدأت تضحك له أخيرا. طب ما هي نهاية سعيدة هي؟ لا، المشكلة ان غزل المحلة أقاموا مدربهم شوقي غريب بسبب سوء النتائج معينه مكانه مين؟ بابا فاسيليو، مدرب عبد الرحمن الجبنة السابق في الاتحاد الذي عمل معه مشاكل.